في سؤال بيطارد الرجالة من زمان. سؤال بيتقال في الجيم، في الجروبات، وحتى بين الأزواج. بس في السر، هو الحجم فعلا بيفرق؟ هل في مقاس بيخلي العلاقة أنجح، ولا كل ده وهم وده غرز في دماغنا من أفلام ومقارنات ملهاش أي أساس؟ الفيديو ده هيفكك المعتقدات دي واحدة واحدة، وهيقولك الحقيقة اللي العلم أثبتها بالأرقام مش بالكلام. أول حاجة، متوسط الحجم الطبيعي عالميا. دراسات كبيرة زي اللي اتنشرت في مجلة بريتش جورنال سنة 2015 حللت بيانات أكتر من 15,000 راجل، وطلعت بنتائج مثيرة فعلا. الدراسة لقت إن متوسط طول العضو في وضع الارتخاء حوالي 9 سنتي، وفي الانتصاب حوالي 13 سنتي تقريبا. يعني معظم الناس في نفس المعدل، مفيش فروقات ضخمة زي ما بيتهيأ لناس كتير. واللي يمكن ناس كتير ما تعرفوش إن في نطاق طبيعي واسع جدا، يعني في ناس أطول شوية أو أقصر شوية، بس كله داخل في الطبيعي، ومفيش أي حاجة تقلق أو تستدعي مقارنة. يعني علميا مفيش حاجة اسمها الحجم المثالي، في حاجة اسمها نطاق آمن ووظيفة شغالة كويس. يعني طول ما الجسم سليم والعلاقة مريحة للطرفين، فأنت تمام، من غير أي أرقام ولا أي مقارنات. طيب، هل الحجم فعلا ليه تأثير في المتعة؟ الحقيقة مش بالدرجة اللي الناس متخيلة. الإحساس والمتعة مش بيتحددوا بالسنتيمتر، لكن بالتواصل والاهتمام والطريقة اللي كل طرف بيتعامل بيها مع التاني. وفي دراسة من Archives of Sexual Behavior سنة 2017 بتوضح إن الستات بتركز أكتر على التواصل، العاطفة، والاهتمام أثناء العلاقة، مش على الطول ولا الحجم. يعني مش زي ما الناس فاكرة. يعني الرضا الحقيقي بيبدأ من العلاقة النفسية، مش من المقاس. وفي دراسة تانية من كينجز كوليدج لندن سنة 2015 بتقول إن أغلب الستات قالوا إن السمك مش الطول هو اللي بيأثر أكتر لو في فرق واضح. بس المفاجأة الأهم عندهم كان الإحساس بالأمان والثقة والانسجام، مش المقاس زي ما الناس متخيلة. طيب، ليه الرجالة مهووسين بالحجم؟ السبب مش فطري، ده إعلام وسوشيال ميديا ومقارنات مزيفة. من أول الإعلانات لحد أفلام البورن، كله بيغذي فكرة إن الرجولة في المقاس والحجم. بس الحقيقة الثقة مش في الحجم ولا المقاس، الثقة في الإحساس. للأسف من زمان والإعلانات والأفلام رسخت صورة غريبة إن الراجل اللي عنده حجم ضخم هو اللي مرغوب. والفكرة دي دخلت جوه دماغ ناس كتير، لدرجة إن بقت القيمة بالنسبة لهم بتساوي المقاس مش الإحساس. لكن الحقيقة العلاقة الجنسية الناجحة مش مقاس ولا مقارنة، هي تفاهم، تواصل، وثقة، مش حواديت وأفلام ولا كلام جروبات. تخيل 85% من الستات راضيين عن شركائهم، بس نص الرجالة مش راضيين عن نفسهم. يعني القلق كله من الخيال مش من الحقيقة. وهنا بقى في سؤال ما بيخطرش على بال ناس كتير، بس فعلا، هل الحجم الكبير ممكن يكون مشكلة؟ في بعض الحالات، لأن فعلا الحجم المبالغ فيه ممكن يسبب ألم أو حتى نزيف عند الشريكة. يعني مش دايما الأكبر أحسن. ولو مفيش مداعبة كفاية، الاحتكاك ممكن يسبب جروح داخلية أو التهابات. يعني التحضير مش رفاهية، ده ضروري. ولو العلاقة كانت عنيفة، ده ممكن يزود فرص التهابات أو تمزقات. الجسم محتاج تعامل برفق مش بضغط. يعني الزيادة مش دايما ميزة. في الآخر التوازن
أهم من أي رقم. طيب والصغير؟ ما تقلقش، الحجم لوحده عمره ما كان حكم على المتعة ولا على الرجولة. اللي بيسموه صغير في الغالب طبيعي جدا، إنما اللي فعلا بيتصنف طبيا كصغير دي حالة نادرة جدا. يعني بنتكلم عن أقل من 7 سنتي في حالة الانتصاب، وده فعلا بيحتاج تقييم طبي. بس الحقيقة أغلب اللي بيقلقوا ما عندهمش الحالة دي أصلا، كلها مقارنات وإعلانات مضللة بتبيع لك صورة مش حقيقية عشان تخليك دايما حاسس إنك ناقص وتشتري الحل. طب عارف إيه اللي بيفرق فعلا؟ الثقة بالنفس. الثقة بالنفس أهم من أي حاجة تانية. التوتر هو العدو رقم واحد للأداء، حتى لو كل حاجة تانية كانت تمام. والمهارة مش في المقاس، المهارة في إنك تفهم شريكك وتحس بيه. التواصل الحقيقي هو اللي بيصنع المتعة، مش المقاس. وكمان المداعبة مش خطوة تمهيدية، دي أساس المتعة. كل لحظة فيها بتزود الترابط والإحساس وتخلي العلاقة أنجح وأمتع. وفي كمان أوضاع بتساعد توصلوا لإحساس أعمق حتى لو الحجم متوسط. المهم إنكم تجربوا سوا وتشوفوا إيه اللي بيريحكم أكتر. وكمان خلي بالك من الإعلانات اللي بتقولك زود الحجم في أسبوع أو النتيجة مضمونة. دي منتجات نصها نصب ونصها التاني ممكن يبوظ لك صحتك فعلا. كريمات، حبوب، أجهزة شفط، أو عمليات من غير إشراف طبي، كل ده بيؤدي لكارثة، كارثة مستنية تحصل فعلا. ممكن تعمل التهاب، تشوه، أو ضعف دائم. الأبحاث بتقول إن أغلب الحاجات دي ملهاش أي تأثير حقيقي، بالعكس ممكن تعمل تلف في الأنسجة أو التهابات أو حتى ضعف انتصاب مزمن. لو في قلق بجد، الحل عند دكتور متخصص أو معالج جنسي، مش إعلانات على النت وبيع أوهام. في الآخر الحجم ممكن يكون موضوع فضول، بس عمره ما كان مقياس للرجولة ولا للحب. بس النجاح الحقيقي في العلاقة مش في المقاس، إنما بيكون في التفاهم، التهيئة، والثقة اللي بين الاتنين. وزي الدراسات ما بتقول، الست مش بتقيس بالمسطرة، بتقيس بالإحساس.